السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين مع بعض في مشاكل طب السنان. هنتكلم النهاردة في حلقة مميزة شوية، هي عكس حلقة سابقة كنا اتكلمنا فيها. احنا لسه الحلقة اللي قبل اللي فاتت كنا اتكلمنا على الأطعمة اللي بتقوي مينا الأسنان. طبقة المينا ايه الأطعمة والمشروبات اللي بتقويها. النهاردة هنتكلم على شوية أطعمة، هي شوية أطعمة النهاردة اللي هي يعتبر بتضر السنان، أطعمة بتضر السنان. يعني النهاردة شوية ميكس كده بين أطعمة على مشروبات بتضر السنان. أول حاجة هنبدأ بيها نتكلم على مينا السنان. طبقة المينا بتاعت السنان ديت هي أصلب حاجة موجودة في جسم الإنسان. طبعا الكلام ده مبدئي وناس كتير عارفاه أكيد، إن طبقة، وممكن في ناس ما تعرفش. اللي مش عارف خلاص النهاردة إن إحنا بنقول المعلومة ياخد باله منيها. مينا الأسنان الطبقة البيضة اللي هي ديت اللي من بره، اللي هي بنسميها الانامل عندنا، دي يعتبر اصلب حاجه في جسم الانسان، حتى اقوى من العظم. في ناس بيخيل لها ان هي اقوى حاجه في جسم الانسان العظم من ناحيه الصلابه والشده، بس لا، اقوى حاجه في جسم الانسان هي طبقه المينا بتاعت السنان دي. ومع ذلك هي بتتاثر ببعض الاكلات وبعض الاطعمه وبعض المشروبات اللي بتضرها. زي اول حاجه عندي المشروبات الغازيه. المشروبات الغازيه اول حاجه بتتبادر لاذهاننا اول ما بتيجي سيرتها ان هو السكر اللي فيها هو اللي مثلا ايه، عارفين احنا السكر هو اللي بيجمع البكتيريا، هو اللي بيؤدي تسوس السنان وبالتالي بيأثر على طبقه المينا دي بالسلب. اقول لك لا، مش السكر هو المؤثر الاكبر في المشروبات الغازيه قد ما الاحماض اللي موجوده فيه هي اللي بتاثر على طبقه المينا دي وبتاكلها. احماض زي الفوسفوريك، زي حمض المليك، زي الستريك، زي الترترك، كل الاحماض اللي بتكون موجوده في المشروبات الغازيه وبالتالي هي اللي بتؤدي لتاكل السنان. فالخطوره الاكتر في المشروبات الغازيه دي الاحماض اللي فيها اكتر من السكر بتاعها. تاني نقطة جاي اتكلم فيها بعدين، المشروبات الغازية بالنكهات الحمضية اللي هي يقولك بطعم البرتقال، بطعم مثلا الليمون، بطعم الحاجات اللي هي بتبقى تبع الحوامض او الحمضيات. تقدر تقول ان ديت يعتبر بتأدي الى تآكل طبقة المينا بتاعت السنان من مرتين لخمس مرات اكتر من المشروبات الايه الغازية العادية اللي هي ملهاش نكهة. فالنكهة دي برضو يعتبر بتزود تآكل اكتر على طبقة المينا. بعد كده المشروبات الرياضيه اللي بياخدوها الرياضيين، اللي يقول لك فيها قوه مش عارف بتدي الباور قبل التمرين والحاجات اللي زي كده. اتعملت دراسه قالت لك قارنت خمس انواع من المشروبات، وجدت ان المشروبات الرياضيه اللي بياخدوها الرياضيين دي هي اكتر واعمق تاثير على طبقه المينا بسبب الاحماض الموجوده فيها. فالاحماض دي هي اللي بتاكل بتفتت طبقه المينا عندي. تالت حاجة بعد كده تيجي في المرتبة التانية بعد المشروبات الرياضية وهي مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة دي يعتبر عندها قدرة على انها بتعزل الاحماض اللي موجودة فيها، فده بيؤدي لضرر اعلى واكبر وتآكل اكبر على طبقة المينا بتاعت السنان، خاصة على المراهقين اللي هما بيكونوا لسه اسنانهم صغيرة ما نضجتش، بتبقى الانامل بتاعهم طبقة المينا دي بتبقى اقل نضج واقل مسامية، فكل ده بيخلي فرص ان هي تتآكل عندهم اسرع وبشكل اكبر. فعشان كده خطرها بيجي تاني حاجة على طول بعد المشروبات الرياضية. رابع حاجة عندي بعد كده عصاير الفواكه. نحاول نتجنب عصاير الفواكه خاصة التفاح والتوت والحمضيات، عصاير البرتقال وعصاير الليمون والحاجات دي كلها. يعني احنا عبد الله كلنا يعتبر بنتكلم في فكرة واحدة بتدور حوالين الحاجات اللي هي فيها احماض، هي اللي بتخلي طبقة المينا تتآكل اسرع معايا. لو عايزين نشرب الحاجات دي ممكن نشربها بكميات معتدلة جدا. نغسل بقنا كويس بعد ما نشرب الحاجات دي عشان نحافظ على طبقة المينا. ممكن لو عايزين نشرب فواكه اللي هي فيها كالسيوم عشان تقوي طبقة المينا وتعززها عندي. خامس حاجة والأخيرة النهاردة أختم بيها معاك الفيديو عشان ما أطولش عليكم، الفيديو يبقى كبير. الخل. الخل من الحاجات اللي بنستخدمها في السلطات، بنستخدمها في الصلصات، بنستخدمها لما نحطها على شوية بطاطا مقطعين أو رقاق البطاطا. عايز أقول لك إن دي اتعملت دراسة وجدت إن المراهقين اللي هم الناس اللي هم في سن بيبقى في رينج خاصة من 12 ل 18 سنة دول كده، اللي بياخدوا أطعمة فيها خل كتير عندهم فرصة للإصابة بتآكل طبقة المينا بتاعت السنان من 30 ل 80% بمعدل أعلى من المراهقين اللي مش بيستخدموا الخل في الأطعمة دي، أو مش بياكلوا أطعمة فيها خل كتير. فعايز أقول لك لازم تخلي بالك جدا من الحاجات دي اللي هي تتركز بنسبة 90% على الأحماض. الحاجات اللي فيها أحماض كل ده بيؤدي إلى تاكل طبقه المينا. اخر حاجه برضو من الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها الفواكه، ما تكترش من الحمضيات نفسها لو انت بتاكلها كاكل، زي البرتقال وزي الليمون والحاجات دي الناس اللي بتستخدمها كتير في الاكلات، بتاكلها كفاكهه برتقال او بتستخدم الليمون في اكلها، ده كله طبعا بيضر طبقه المينا. فحاول انك انت تعتدل في الكلام ده. مش عايز اقول لك امنعه خالص لان طبعا الحاجات دي بتبقى مهمه، فيها فيتامين سي وفيها حاجات مهمه للجسم، فانت قلل منها بقدر الامكان ما تكترش منها. اشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.